هنعمل معاكم النهاردة وصفة للناس اللي بتحب التغيير وزهقت من الروتين اللي بيتعمل كل يوم في البيت، إن مفيش تجديد ودايما حتى الأكل هو نفس الأكل والحلويات اللي بتتعمل في البيت هي نفس الأصناف. النهاردة هنعمل معاكم وصفة جديدة ومختلفة وطعمها قمة الروقان. هننزل في طاسة أو حلة بكوباية ونص من السميد وعليهم كوباية من السكر، طبعا الكوبايات يبقى حجم واحد، وعليهم لتر ونص من الحليب، ده كله طبعا على البارد، وهننزل عليهم بتلت كوباية من جوز الهند، وهندوب ده كله على البارد كويس تدويب مستمر. وبعد كده هنولع النار بتاعتنا وننزل على النار بتاعتنا تكون نار متوسطة، منعليش النار لأن لو علينا النار تلزق معانا وهتعمل في أرضية من تحت ممكن تتحرق مني، هفضل معاها لغاية لما تديني القوام التقيل اللي أنا عايزه مع التقليب. طبعا مخليهاش دايما أقلب فيها. طبعا قبل ما انزل بالزبدة بتاعتي اكون طفيت النار بتاعتي، هطفي النار وانزل بمعلقة ونص من الزبدة وعليهم معلقة من الفانيليا، معلقة فانيليا صغيرة، واجهز القالب بتاعي قالب مقاس 26. مش هحتاج ان انا ادهن القالب ولا حاجة يا جماعة، مش اساسي يعني ان انا ادهن القالب، ولكن اهم حاجة الوصفة بتاعتي امشي على المقادير، واهم حاجة اخبط القالب بعد ما انزل بالوصفة بتاعتي كلها، اخبط القالب كام خبطة كويس واركنه على جنب يبرد معايا، وبعد كده هدخله التلاجة 3 ساعات يكون افضل، بحيث اللي هو يتماسك معايا كويس وفي نفس الوقت لما اجي اقلبه ما يبقاش لازق مني. بعد كده انزل عندي على النار، اجيب طاسة وانزل بيها بنص كوباية من السكر عشان اعمل كراميل. بعد كده انزل بعد ما ادوب السكر كويس والكرمل معايا كويس ما يبقاش فيه سكر محبب خالص، انزل عليه بنص كوباية من المية المغلية وادوب ده كله مع بعض كويس. وهنحس ان هو ممكن يكتل معانا شويه لما ننزل بالميه المغليه، ولكن انا افضل معاه ادوب فيه كويس لغايه لما ده كله يدوب معايا ويديني القوام اللي هو مفيش فيه اي تماسك خالص. وبعد كده هجيب معايا نص كوبايه من الحليب وانزل عليهم بنص معلقه كبيره من النشا وادوبها الاول على البارد، وبعد كده انزل فوقها تاني على الطاسه بتاعتي فوق الكراميل، وعليهم معلقه صغيره من الفانيليا، والفانيليا مش اساسي في الوصفه بتاعتنا اللي هي الكراميل يعني، ولكن طبعا الفانيليا بتدي طعم كويس وطعم متميز بالذات لما تكون معايا فانيليا نوعية كويسة. طبعا هدي الكراميل قوام الوسط مش تقيل قوي لان كده كده هيتقل، هنسمي اللون القالب بتاعنا ان شاء الله مش هيبقى متماسك ولا حاجة، هيسيب القالب على طول لان بارد باذن الله. نسمي الله، نرفع القالب طبعا ما شاء الله لان بردتها كويس وخدت حقها وبردت كويس معايا في التلاجة، طالعة متماسكة وثبت القالب بتاعنا. وهننزل بالكراميل بتاعنا، طبعا اللي مش عايز يكرنش الوصفة بتاعتنا كلها مش لازم، ممكن يحط كراميل على القطعة بس اللي هياكلها، يعني ممكن يقطعها وياخد قطعة في طبق ويحط عليها والباقي يخليه زي ما هو، لكن احنا طبعا هنعمل كده لان احنا طبعا هتتاكل كلها دلوقتي حالا، عملناها قبل كده وحابين الوصفة دي يعني مشتاقين لها، فيعني فأحر من النار مستنيين. هنجيب معانا 10 قطع من اللوز قطعهم تقطيع ناعم، طبعا اللي ما عندوش لوز او مش حابب يحط لوز او مستغل اللوز ايا كانت هي الاسباب، ممكن سوداني، ممكن مش لازم لوز ولا سوداني، مش لازم حتى كراميل، هي الوصفة بتاعتنا لوحدها تتاكل ما شاء الله عليها وعلى طعمها، ولكن احنا هنكرنشها كده بشوية من اللوز هيدونا شكل وطعم، والباقي هنحطه فوق الكراميل في المنطقة اللي في النص. طبعا شايفين شكلها عامل ازاي وطعمها كمان ألذ وأحسن من الشكل. هنقطع مع بعض قطعة كده وندوق وهنقول رأينا مع بعض كده ازاي هتبقى عاملة ايه وقوامها متماسك فعلا ولا لأ. هنشوف الحكاية كلها هتبان
إن شاء الله هتبقى حاجة أنا عاملها قبل كده، وصفة جميلة. طبعا شايفين شكلها عامل ازاي. أهم حاجة خبط القالب يا جماعة قبل ما ندخله التلاجة معانا، عشان ما يطلعش في أي فراغات خالص معايا. لو فيها هوا ولا حاجة نطلعه. نرش على شوية كراميل كده. بسم الله ما شاء الله تحفة. السكر بتاعها طالع مظبوط، مظبوط أقل من المظبوط كمان شوية، وده المطلوب، ده اللي أنا بحبه. طبعا اللي بيحبها مسكرة يزود السكر بتاعها شوية، أو بيحب أي حاجة مسكرة يزود السكر شوية، ولكن سكرها مظبوط جدا ما شاء الله.